تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه على نظيره الكندي بنتيجة 2-1، وهذه ثاني مرة يبلغ فيها أسود الأطلس الدور الثاني لكأس العالم بعد عام 1986. أما كندا فغادرت المونديال دون أن تتمكن من إحراز ولو نقطة واحدة من مشاركتها الوحيدتين في البطولة، وتصدر المغرب مجموعته السادسة فيما حل المنتخب الكرواتي ثانيا بعد التعادل السلبي مع الفريق البلجيكي الذي ودع البطولة من دورها الأول بعد أن كان أحد المرشحين للقب. تغلب المنتخب المغربي على نظيره الكندي بنتيجة 2-1 وتأهل إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. وجاءت المباراة المتوسطة المستوى خاصة في شوطها الأول الذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة، ولكنه لم يشهد أي فعالية هجومية أخرى جديرة بالذكر للفريقين باستثناء تسجيل يوسف نصيري هدفا ألغي بداية التسلل. وكان أسود الأطلس البادئين بالتسجيل عبر حكيم زياش الذي استغل خطأ جسيما من حارس المرمى الكندي الذي تقدم وأرسل كرة سهلة إلى زياش الذي سددها مباشرة في المرمى من مسافة بعيدة في الدقيقة الرابعة. وأضاف يوسف نصيري الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 23 بعد تلقيه تمريرة طويلة متقنة من أشرف حكيمي. وسجل المنتخب الكندي هدفه الوحيد بعد تمريرة جانبية أطلقها سام أديكوهوبي ارتطمت بقدم نايف أكرد وخدعت بونو الذي لم يتمكن من إيقافها لتسكن الشباك المغربية. وسجل نصيري هدفا آخر بعد متابعة كرة من ركلة حرة لكنه ألغي بداية التسلل. أما الشوط الثاني فكان خاليا من الأحداث تقريبا باستثناء محاولة شديدة الخطورة لكندا اقترب فيها من تعديل النتيجة بعد ركن يتابعها أتيبا هانتيستون فارتطمت بالعارضة وارتدت على خط المرمى ثم خرجت، وتابعها مهاجم كندي من مسافة قريبة برأسه ولكنها علت العارضة. وبهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط من تعادل مع كرواتيا وفوز على بلجيكا وكندا. وسيرافق المنتخب الكرواتي وصف النسخة الماضية للبطولة أسود الأطلس إلى الدور الثاني بعد تعادله السلبي مع بلجيكا ليصبح برصيده 5 نقاط، تعادل سلبيا أيضا مع المغرب وتغلب على كندا ب4-1.